السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة اللي فاتت كنت شرحت لك الاكتويتور اللي هو السيرفو المرحلتين، وكنت قلت لك ان في ستيج كانت مختصة بالفرامل بتاعة اليد، وستيج تانية كانت خاصة بالسيرفيس بريك. النهارده ان شاء الله باذن الله هشرح لك بقى ازاي اجيب الاشارة بتاعة فرامل اليد دي، وبالتالي لازم يكون في عندي بلف او صمام خاص بفرامل اليد. هقول لك النهارده الصمام اليدوي والصمام الكهربي. كمان النهارده هكلمك عن حاجه مهمه جدا اللي هي البريشر سويتش وفائدتها في المبينات وفصل التعشيق لو كان عندنا مثلا ريلي لوجيك او كارتات. فيلا بينا ننزل على المعده علشان خاطر نشوف حاجه الكلام. مثلا زي الاتوبيسات دي ساعات بتلاقي صمام فرامل اليد بيكون فيها صمام يدوي بلف اون اوف، وانت عارف لما انا بقول في النيوماتكس اون اوف يعني بيكون قصدي بلوف 3 على الاثنين مش بلوف 2 على الاثنين. طبعا احنا عدينا المرحله دي من زمان. تعالى اوري لك الصمام ده بيكون شكله عامل ازاي. شوف سيادتك كده، ادي حضرتك شكل الصمام الاون اوف اللي انا بتكلم عليه. تمام، الوضع ده بيكون وضع الغلق، بينما حضرتك لو انت سحبته لفوق وطلعته لقدام بيكون عندك هنا وضع الفتح، اي انه بيعدي تمام الهواء المضغوط علشان خاطر يروح للسيرفو المرحلتين ويبتدي ان هو يفك الجزء الخاص بفرامل. بقى هنا ارتقينا شويه وبقى عندنا في سويتش. تمام، السويتش ده بيبقى اون اوف. والله حضرتك لو انت عايز الباركنج بريك دي تبقى اون، يعني معنى كده الزرار ده مش هينزل كهرباء على الكويل بتاع الالكترونوماتيك فالف اللي احنا هنشوفه تحت، وبالتالي الالكترونوماتيك فالف ده هيكون قافل ومش هيعدي الهواء تمام الى السنتريكات. بينما حضرتك تمام لو انا عملت الوضع ده كده، في هذا الوضع اللي هو الباركنج بريك هيكون اوف، معنى كده حضرتك ان السلكتور ده هيكون بعت كهرباء، الكهرباء دي هتنزل تحت على الالكتروماتيك فالف، هيبتدي ان هو يفتح، وبالتالي الهواء هيروح عندك الى السيرفو المرحلتين، وبالتالي هيبتدي ان هو يحل فرامل اليد ويصبح الجرار عندك هنا حر الحركه. طيب ده سيادتك بقى البلف اللي هو الالكترونيوماتكس اللي انا بكلم حضرتك عليه. شايف سيادتك ادي الفيشه بتاعته. الفيشه دي طبعا بتكون عندك هنا طرفين، تمام، طرف ارضي والطرف الثاني بيكون حي، تمام كده. والكلام ده هيكون داخل عندك على الكويل، والكويل ده طبعا هيبقى بيأكتف عندك سبول، والسبول دي اكيد هتكون بلف اون اوف 3 على الاثنين، تمام كده تمام. طيب حضرتك ادي بيكون التغذيه، تمام، اللي هي الانبوت اللي رايح عندك للبلف ده اهو. شايف حضرتك هنا تمام، ده الانبوت اللي رايح للبلف ده، وحضرتك ده هيكون الاوتبوت اللي طالع عندك هنا من البلف بتاعنا، تمام. فبتلاقي حضرتك ايه؟ بتلاقي حضرتك اتحط عندك على الاوتبوت بتاع البلف ده اتحط عندك البريشر سويتش اللي انا بكلم سيادتك عليه، تمام. البريشر سويتش ده هتلاقي حضرتك ليه ترميلتين بمنتهى البساطه، تمام كده اهو. ادي الترميلتين انا حليتهم في ايدي. اكيد الترميلتين دول هتلاقي فيهم تمام واحده ارضي. طبعا هتعرف على الكلام ده ازاي. بص معايا كده، انا خدت عندك هنا موجب من البطاريه، تمام. ولو انا جيت عندك قست بالتست، تمام، ادي عندك هنا حطيت على دي، خلاص دي ما نورتش، حطيت على الثانيه، تمام، الثانيه راحت منوره معايا، وبالتالي انت عندك هنا واحده فاضيه والثانيه عندك هنا تمام عليها ايه؟ عليها ارضي ثابت. طيب الفكره في ايه يا فندم؟ الفكره بمنتهى البساطه ان انت لو جيت ركبت الترميلتين دول كده على تمام البريشر سويتش، البريشر سويتش ده في حاله تمام ان البلف بتاعك ده تمام مش مطلع عندك هنا هواء رايح الى الفرامل علشان خاطر يحلها، بيكون عندك هنا البريشر سويتش ده تمام في وضع ان هو ايه؟ في وضع ان هو قافل. وبالتالي لو انا جيت قست على الترميلتين هلاقي ان حضرتك هنا الترميلتين هيجيبوا معايا ايه؟ هيجيبوا معايا ارضي، تمام. الراجل ده كده في هذا الوضع تمام هو قافل، تمام كده. ليه حضرتك؟ لان البلف ده كده مش مطلع هواء رايح عندك على السيرفو المرحلتين. بينما حضرتك لو انا جيت حليت عندك الزرار بتاع فرامل اليد اللي فوق ونزلت عندك كهرباء على الكويل ده، وبالتالي حضرتك الهواء عندك هنا اللي دخل تمام من الخزان طلع عندك هنا من الناحيه الثانيه، يعني البريشر سويتش ده حس عندك بضغط، وبالتالي بيبتدي البريشر سويتش ده ان هو يفتح، وبالتالي الارضي اللي عندك هنا ده هيبتدي ان هو يقطع، تمام كده. طيب دي سيادتك الدايره الكهربيه البسيطه الخاصه ببلف فرامل اليد الالكترونيوماتيك. بيكون في عندك هنا فيوز، الفيوز ده بيبتدي ان هو يسلم السلكتور، خارج السلكتور ده بيطلع عندك هنا يخش في برينتد سيركت بورد ملناش دعوه بيها دلوقتي، وبعد كده الكلام ده كله بينزل عندك على الكويل، وادي رمز الكويل بتاعنا. طبعا الكويل ده من تحت بيبقى واخد عندك هنا ارضي ثابت اهو، حاول ان انا اوضح اهو ارضي ثابت،
تمام للكويل بتاعنا واللي بيتغير عليه الكهرباء. تمام. وانس ان هو انرجايزد يعني عندك هنا البلف بيفتح هواء، يعني اذا الفرامل بتحل. وانس ان هو دي انرجايزد يعني معنى كده الكهرباء راحت من عليه، وبالتالي البلف بيقفل، وبالتالي مفيش هواء. تمام. وبالتالي طبعا انت عارف الشغل بتاع السيرفو المرحلتين بيبقى عامل ازاي. ايضا دايره تانية سهله وبسيطه. بص حضرتك الارضي الثابت ده لو انت جيت مشيت معاه هتلاقي حضرتك ان هو بيروح عندك على البريشر سويتش اللي انا كلمت حضرتك عليه. طبعا زي ما قلت لك لو البريشر سويتش ده بيبتدي ان هو يحس ان مفيش ضغط هواء طالع من بلف فرامل اليد، وبالتالي بيبتدي ان هو يقفل. تمام كده. اما لو حس عندك هنا تمام ان في ضغط هواء طالع من بلف فرامل اليد بيبتدي ان هو يفتح. وبالتالي لو هو قافل يبقى الارضي ده هيعدي عندك هنا الى الناحيه الثانيه ويطلع عندك هنا الى فوق، ولما تطلع عندك هنا الى فوق بيروح عندك على اللمبه اللي هي اتش 27، ودي حضرتك بيكون مبين الفرامل بتاع اليد اللي هو موجود عندك هنا في التابلو. تمام. لاحظ بقى ان انا في عندي برانش تاني مهم جدا، تعال نروح نشوف البرانش ده بيعمل ايه. بص معايا كده كارتة الفتيس علشان خاطر تعرف ان انت محرر الجرار من الفرامل محتاج ان هي يجي لها انديكيشن. الانديكيشن ده بيجي لها عندك على طرف السلك ده. تمام كده. طيب هو اصلا طرف السلك ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عندك هنا طرف حي، يعني طرف عندك هنا بوزيتيف لو انت جيت مشيت معاه ده هتلاقيه ان هو خارج ريلي. طب الخارج ريلي ده تمام اكيد ليه انبوت. الانبوت عندك هنا جاي من نقطه 30، يبقى انت عندك هنا من نقطه 30 الانبوت ده عندك هنا دخل طلع عندك هنا من 87 ايه وراح عندك الى كارتة الفتيس. طيب المشكله فين يا فندم؟ المشكله ان لو الطرف ده راح ما بقاش موجود، يعني البوزيتيف ده ما بقاش موجود، كده كارتة الفتيس هتعرف ان الجرار عندك مكلبش، وبالتالي هتعمل الجرار دايما في الاوتو نيوترال. طيب الكلام ده عندك هنا بيتم ازاي والبريشر سويتش بيغلس علينا ازاي؟ بص حضرتك هنا انت عندك في فيوز، الفيوز ده بعت عندك للكويل بتاع ريلي اللي هي اسمها كي اي 3. تمام. يبقى اذا الكويل ده تمام خد الكهرباء بتاعته. حلو قوي. طيب الارضي بقى بتاع الكويل ده بيجي منين؟ بيجي عندك هنا زي ما انت شايف من البريشر سويتش، من التفريعه اللي انا كنت كلمتك عليها. يعني حضرتك لو البريشر سويتش ده قفل يعني وصل الارضي، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ الريلي ده هيلقط، وبالتالي نقطه 30 دي هتتوصل عندك هنا مع نقطه 87. طب نقطه 87 دي موصله مع ايه؟ دي هواء في الفراغ، يبقى انا مجرد ضيعت عندك هنا الانبوت اللي جاي لك على نقطه 30، وبالتالي حضرتك هنا انا عرفت ان كارتة الفتيس ان انا ربطت فرامل اليد، وبالتالي هي اوتوماتيك بتخلي الجرار يكون في الاوتو نيوترال علشان خاطر حضرتك ما تبقاش مابلاي فرامل اليد. تمام. والفتيس مثلا واخد غيار فيه فورورد او ريفيرس، ويبقى بقى كده الفتيس قدام فرامل اليد ونشوف مين الاجدع ومين اللي يكسب والميكانيكا تخبط في بعضها. فلا الكلام ده ما ينفعش، فاحنا بنعمل الكترو ميكانيكال كنترول باستخدام الريلي اللي موجود عندك ده وباستخدام البريشر سويتش. اتمنى سيادتك تكون استفدت. اقابل حضرتك ان شاء الله الرحمن في فيديوهات اخرى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.